يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة في الفيديو ده معانا كام موضوع هنتكلم فيهم. بمعلوماتنا مواضيع مهمة. أعتقد إن كلنا هنكون مهتمين إن إحنا يعني نسأل عنها والجمهور يعرفها بشكل عام يعني. طبعا موضوع زيزو حديث الساعة حاليا، ومعانا حكاية عن ناصر ماهر، ومعانا حاجات مهمة جدا عن حسام حسن وكابتن حسام حسن طبعا مستقبله مع منتخب مصر بقى وعلاقته بالمجلس الجديد اللي موجود حاليا، يعني شوية قصص كده. خلينا بس نبدأ بأول تفصيلة معانا، هي الزمالك. بحسب معلومات اللي عندي ان الزمالك بدأ يجهز ملف مش لزيزو، يعني مش ملف يدين زيزو او ملف له علاقة بمستحقات اللعيب بشكل عام. لا ده النادي شغال بشكل مختلف على إدانة الأهلي. الزمالك حاليا شغال على ملف يدين فيه الأهلي. طيب ازاي؟ هو الزمالك عايز يثبت في الملف دوت ان الأهلي وقع مع اللعيب في فترة غير قانونية، واللعيب مضى للأهلي، وهو يعني الزمالك هيكون عايز يثبت الكلام دوت، سواء بقى تصريحات والد زيزو أو تصريحات اللي في السوشيال ميديا بشكل عام، في وسائل الإعلام بشكل عام يعني. يعني هو الملف ده شغال على إدانة الأهلي، إن الأهلي خد توقيع اللعيب في فترة مش قانونية، ولم يخطر الزمالك والقصة ديت يعني. ففي الفريق القانوني في الزمالك شغال على الملف ده، ملف بعيد بقى خالص عن زيزو، بعيد عن مستحقات زيزو، بعيد بقى عن خناقة الزمالك مع زيزو. لا ده في بقى ملف عشان خاطر يعني الزمالك يشتبك مع الأهلي في القصة ديت. الملف هيكون عبارة عن إدانة الأهلي، وان ازاي الاهلي وقع مع اللعيب في الفترة ديت، وده مش قانوني، وده غير متوافق مع لوائح الاتحاد الدولي. يعني هي قصة قانونية كده، لكن الزمالك شغال عليها دلوقتي فكرة إدانة الأهلي. يعني ده أول حاجة معانا النهاردة، هي فكرة آه، الملف اللي الزمالك شغال عليه على إدانة الأهلي في قصة زيزو، وإن هو اللعيب خد ال ال أو وقع للأهلي في فترة غير قانونية. طبعا بقى هيستدلوا بقى بفكرة إن هو موجود في السفارة الأمريكية وراح خرج الفيزا، يعني شغل في الآخر محامين. أكيد الأهلي طبعا هيردوا، أكيد الموضوع يكون رايح جاي، لكن ده تحرك للزمالك بشكل عام، بجانب طبعا خناقة النادي بقى مع اللعيب نفسه. الموضوع التاني، انا كنت اتكلمت من يومين عن ناصر ماهر والقصة اللي حصلت في في المعسكر، وهو مش على فكرة ليلة الماتش، مش قبل الماتش. لكن يا جماعة فعلا يعني بيصيروا عليه علامات استفهام من اللعيبة نفسها. يعني من اللعيبة نفسها، هو الراجل بيحب وبيكره، الراجل مش سياسي ومش دبلوماسي يعني. ناصر ماهر عايز يلعب في مكانه، وقال الكلام ده اكتر من مرة. ويجي في تقسيمة قبل الماتش، هو هيلعب ب3 في نص الملعب. قبل ماتش حرس الحدود الأخير قال لك إن أنا هلعب 3 في نص الملعب، قال للعيبة كده بشكل واضح. ويتفاجئ مثلا ناصر إن في ال3 اللي هو في التقسيمة اللي قبل الماتش، إن أحمد فتوح جايب أحمد فتوح الباك ليفت وبيلعب في نص الملعب مش مركزه، وبيلعبوا على حساب لعيب هو عايز يلعب في مركزه. وهو اتكلم معاه اكتر من مرة، قاله ان انا عايز العب في المركز بتاعي، وانا يعني 100% من قوتي الفنية هتظهر لما العب في المركز بتاعي، وده الطبيعي. وقال له، حتى قال له انا مع جوميز كنت بلعب ازاي، وحتى شرح له يعني، وشرح له اهداف ليه، وازاي كان بيجي وازاي كان بيدخل. يعني اللعيب بيجتهد عشان خاطر ان هو يقنع المدرب بيه. وفي ماتش ستيلانبوش الجنوب افريقي، في ماتش الذهاب، ناصر ماهر نزل اخر دقيقة ما اتكلمش. انا مش بدافع على فكرة على ناصر ماهر خالص، انا ما بحبش اخسر اللعيبة الموهوبة بشكل عام. ناصر من نوعية اللعيبة الموهوبة، وانا ما بحبش يعني الأندية الكبيرة تخسر النوعية ديت. ولما انا قلت ان هو يقدر يشيل الفريق، يقدر يشيل الفريق، والناس ساعتها حطيت لي كومنتات وكده، لا يقدر يشيل الفريق. ناصر لعيب موهوب ولعيب كويس. هو مشكلته ان هو مش هيجيد طول ما هو بيلعب في مركز مش مركزه، ونفسيا مش مرتاح مع المدرب. ده مع جوميز كان حاجة جبارة يعني. فبالتالي دي مشكلة ناصر. ما بعد المشكلة بقى، هل المشكلة هتكبر؟ لا مش هتكبر. اللعيب نفسه عنده رغبة ان هو يكمل مسيرته مع الزمالك، عنده رغبة ان هو يكمل مسيرته مع الزمالك. عنده رغبة ان المشكلة ما تكبرش، عنده رغبة ان المشكلة ما تكبرش.
الزمالك نفسه عايز يلم الموضوع، الزمالك نفسه عايز يلم الموضوع. فبالتالي ما خلاص يعني الموضوع خلص، واعتقد ان 25% دي مش يعني مش هتخصم من عقده، والموضوع بس هيبقى ايقاف سواء الماتش اللي فات او ممكن الماتش الجاي. يعني بشكل عام يعني يعني الموضوع مش هيكبر عن كده ما بين ناصر ماهر وما بين الزمالك. خاصة ان بيسيرو يعني عليه علامة استفهام كتير، وممكن يعني يكون رحيله اقرب من اي لعيب في القايمة حاليا يعني. دي بنسبة ده بالنسبة لموضوع ناصر ماهر بشكل عام. الولد مكمل طبيعي مع الزمالك، واللي جاي افضل ان شاء الله. خلينا بقى ندخل على نقطة مهمة جدا، هي ملعبنا بقى. نقطة ليها علاقة بكابتن حسام حسن واتحاد الكورة، المجلس الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. يعني لا يخفى سرا على أي حد إن العلاقة مش أفضل حاجة، يعني ده طبيعي. مش حاجة هننكرها. كابتن حسام نفسه مش هينكر الكلام ده، والمجلس مش هينكر الكلام ده، لكن في علاقة احترافية ما بين الاتنين. يعني هنا أبو ريدة أو مهندس هاني أبو ريدة طبعا من الشخصيات اللي بتعرف تتعامل باحتراف حتى مع الشخصيات اللي هو مختلف معاها. هو بيعرف يتعامل معاهم باحتراف، يعني دي شخصيته بقى وطبيعته. راجل شغال في الاتحاد الدولي من فترات كبيرة، اتعامل مع ناس كتيرة جدا، فما عندوش مشكلة في حتة ان هو يعني يخلي خلافات على اي جنب، او يخلي يعني عدم الود على جنب، والنظر للمصلحة العامة. كابتن حسام حسن في امان؟ لا مش في امان. يعني هو وجوده مع المنتخب في امان؟ لا مش في امان. يعني خلينا نقول مثلا ايه، محمي؟ لا مفيش. في علامات استفهام، في علامات استفهام. كابتن حسام حسن ليه وعليه. كابتن حسام حسن يا جماعة ماشي في الماتشات مع المنتخب زي الفل. تصفيات كاس تصفيات كاس عالم، الراجل معلهوش غبار على اي حاجة. الراجل علامة كاملة، يعني ما شاء الله الله اكبر، علامة كاملة. ولكن في ملفات فيها اختلاف، سواء مع الاتحاد الكورة او مع الوزارة بشكل عام او مع اللعيبة جوه المنتخب. يعني في اجواء مش افضل حاجة. يعني ادي لكم مثلا مثال، ماتش الكاميرون اتعرض عليه ماتش ودي في مع الكاميرون في قطر، وده الكلام ده كنا انفرضنا بيه وكنا قلناه بالتفصيل. وكابتن حسام فضل ان هو يعني ماتش مش مناسب في الوقت دوت، لان تقريبا مش هيلعب بالفريق التاني او فريق تالت لمنتخب مصر. وهو عنده حق على فكرة، لان شهر 6 هيكون فيه غيابات كتير، غيابات الاهلي وغيابات عندك لعيبة كتير، والمحترفين عندك لعيبة كتير هتكون غايبة. ده انا معاه يعني بنسبة كبيرة جدا، انا معاه. في مدربين تاني يقولك لا انا هروح والعب وما فيش مشكلة، دي مدرسة. وفي مدرسة تانية يقولك لا، طب ليه انا يعني شكلي ما يبقاش كويس، خاصة ان هو هيلاعب منتخب برضه، منتخب شاب، منتخب حي، ومنتخب الكاميرون، منتخب بيبني نفسه. يعني من المرجح ان هو هيكون ماتش قوي جدا يعني. فاتعرض عليه جزر القمر، واتعرض عليه منتخب ليبيا على فكرة. الناس قال لك ليبيا لا، قال اتعرض عليه جزر القمر يتلعب هنا في مصر. الاتحاد عايز يلعب عشان خاطر التصنيف، ولغاية دلوقتي يعني لغاية النهاردة تمام لسه كابتن حسام حسن ما وافقش على الماتش. النهارده يوم التلات، لسه ما وافقش على الماتش، وفي كلام لغاية آخر الأسبوع دوت إن يدي الرد النهائي، لأن هو شايف إن هيكون في نواقص كتير جدا. فبالتالي الموضوع مش هيبقى أفضل حاجة إن هو يلعب ماتش ودي، والاتحاد الناحية التانية شايف مشكلة التصنيف وي وي وي. فالعلاقة، نرجع بقى للموضوع الأصلي والأساسي، العلاقة ما بين كابتن حسام حسن واتحاد الكورة مطمئنة؟ لا مش مطمئنة. ممكن في أي وقت يحصل انفصال، أي وقت. ويا جماعة يعني لو اللي متابعني يرجع كده البوستات ما قبل انتخاب المهندس هاني يعني. يعني كان في تحرك كبير ان ممكن يكون في مدرب اجنبي بديل لكابتن حسام حسن يعني. وده تحرك مش من اتحاد الكوره بس، لا في ناس اتكلمت بره اتحاد الكوره مع هيرفي رينارد تحديدا يعني. ورينارد حدد ساعتها 200,000 دولار، لكن كابتن حسام كان لسه ماسك والدنيا كانت كويسه. يعني كان في مشكلة مثلا مرموش، وكان في مشكلة صلاح. يعني بس الحاجات دي كلها اتداوت مع النتائج يعني. فهل العلاقة ما بين كابتن حسام حسن واتحاد الكورة مطمئنة، المجلس الحالي والوزارة وأشرف صبحي وطبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكلام ده؟
لا، مش افضل حاجة حاليا، وفي اي وقت ممكن يحصل انفصال مهم جدا في ما بين يعني الاطراف ديت يعني. انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.